السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير يا أحلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المشبك السوري. اول حاجة هنبدأ بالشربات زي ما انتم شايفين كده. هبقى حطيت مجين من السكر وعليهم مج ونص من المية وعليهم رشة ملح ليمون. لو ما عندكيش ملح ليمون ممكن تحطي نص ليمونة، عصرة نص ليمونة. وقبل ما تطفي حطي كيس فانيليا. وطبعا الشربات ده مش بيتحط له سمنه ولا زبده خالص قبل ما تدفي. ده الملح الليمون اللي بوريهولكوا. لو عندك حطي منه رشه زي ما انت شايفه كده، ما تكتريش عشان ما يبقاش حادق معاكي. وانا مش هقلب، هحطه على النار على طول. عندي هنا بقى المكونات دي اللي هي بتاعه المشبك السوري. معايا هنا كوبايتين من الميه، كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من الخميره، 4 معالق من الزيت، معايا 75 جرام من الدقيق اللي هو العادي، ومعايا 450 جرام من الدقيق السمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، ومعايا 3 معالق من السكر ورشة ملح وفانيليا. وزي ما انتم شايفين كده حطيت المية الأول. لو عايز تعجني بلبن حطي. أنا هعجن بمية عشان طبعا عاملاه اقتصادي. مفيش أي مشكلة لو عملتيه بلبن، بس مكتريش الكمية عشان طبعا اللبن بيفسد الحاجة بسرعة. لو هتسيبيه كام يوم فمش هينفع، اللبن بيعمل بسرعة. حطيت زي ما انت شايفة كده المية والزيت والسكر والخميرة، واحط رشة الملح واحط الفانيليا. وبعد كده هقلب بقى، احط دي السمونيلا اللي هو دي البسبوسة زي ما انت شايفة كده، دي اللي هو الناعم. وعندي هنا 75 جرام من الدقيق، واحط الفانيليا واقلب بقى المكونات كلها مع بعضها. في الوقت ده انا شلت الشربات من على النار، كان بارد خلاص، وفضيته في البولة اللي هحط فيها ال- المشبك. زي ما انت شايفه هنا كده الخليط معايا خفيف شويه، مجرد ما بيقعد بتلاقي الحبيبات السميد شربت الميه، وما بيبقاش فيه اي سوائل خالص في العجينه، زي ما هتشوفوا معايا لما نيجي نكشف عليها. ما نحط لما نسيبها تخمر ونيجي نرجع لها تاني، هتبص تلاقيها السوائل كل اللي انت شايفاها دي هتتشرب معايا من الدقيق السمينة اللي هو دقيق البسبوسة. اغطيها واسيبها وارجع لها بعد نص ساعة. زي ما انتوا شايفين بصوا شربت كل حاجة بالشكل ده كده. تقلت معايا العجينة ازاي. هجيب بقى كيس اللي هو القمع بتاع الحلواني اللي هنحط فيه العجينة. وعندي ده البلبلة اللي هي القمع اللي هعمل بيه، اللي هو القمع البيتيفور اللي احنا بنعمل بيه البيتيفور. وهحط كده العجينة بالشكل ده كده جوه الكيس. وطبعا انا مشغله على الزيت دلوقتي وموطيه عليه، بيتحط في زيت بس ما يكونش سخن قوي، بالشكل ده كده. انا مدبسه كيس تاني جوه الكيس الحلواني عشان طبعا الكيس خفيف. انا العجينه هنا كانت قطعت معايا، فهظبطها وارجع بعد كده اعمل تاني بالشكل ده كده، عشان انا برفع ايديا فالعجينه ايه اتشالت. هجيب بقى مقص عشان اعرف ايه اقطع العجينه بدل ما احط ايدي في الزيت وتتعمل. هجيب مقص دلوقتي واشيل بالعجينه على طول. ادي كده عملتها، شلت اللي هي الاولانيه. وبعد كده عملت بقى ايه مشبك جديد بالشكل ده كده. عملته بايه، بدل ما بعمل لفه واحده عملت لفتين بالشكل ده. مش عايزه اكبره قوي لان القمع كبير. القمع بينفش، يعني هي العجينه بتنفش اصلا اول ما بتعمل معايا، اول ما بتحطيها في الزيت بتنفش، لان طبعا جواها خميره وكده، فبتلاقيها هشت معاكي. هي هشه من جوه قوي وكريسبي من بره، يعني من جوه طريه ومن بره كريسبي. بقلبها بالراحه كده بالشوكه زي ما انتم شايفين كده على الوشين. وطبعا كده هي لسه ما احمرتش، انا هخليها لون التحميصه دي زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. حمصتها كده ان طعم كل ما بتحمري دقيق السوميلينا معاكي، كل ما بيدي طعم حلو كده التحميصه بتاعته، مش زي الدقيق العادي الابيض. تمام. هعمل كده بالشكل ده، حاول ما اكبرهاش.
اشيل بقى اللي في الشربات بالشكل ده كده. طبعا بحطه واطلعه على مصفى عشان يصفي كل الزيادة، ما يبقاش فيه شربات كتير. عملته هنا كده زي ما انتم شايفين لفتين، ما حبيتش يعني ان انا اكبر اللفة اوي عشان ما تبقاش كتير اوي على اللي ياكلها، فعملتها كده ايه، زي كده. بصوا زي من حرف السي كده. وطبعا المشكلة اللي القمع ده كبير، مش القمع صغيرة. يعني انا بعد ما حطيت العجينة وعملتها واشتغلت بيها، لقيت ان انا بعمل بالقمع الكبير مش الصغير. هو انا عندي القمع الصغير بتاعه، بس حسيت اللي هو يبقى رفيع قوي. اخلص كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا بشيل بالشوكة، ومش بحطها طبعا في الشربات عشان طبعا ما تجيش ترقع كده في الزيت. بخليه حاجة احطها في الشربات وحاجة بحطها في الزيت بالشكل ده كده. اخلص اخر حاجة في الكمية. بس انا ما اعملش اللفة قوي عشان ما تبقاش آه تخينة قوي. ادي خلصت كل الكمية، طلع بالشكل ده كده. هزينها بتزيين بسيط كده. جوز الهند عندك، سوداني عندك، بندق، لوز، اي حاجة افرميها وحطيها على كذا شكل. بس هو طبعا الطعم من جوه هو اللي احنا بنتكلم عنه. طعم القرمشة بتاعة السميد. و انا بحب تحميرة السميد قوي، مش اللي هو يغمق، لا. بحبه اللي هو يبقى محمر كده، ومقرمش من جوه من بره وطري من جوه. زي ما هوريكم دلوقتي. بصوا شارب الشربات بتاعه وناشف من بره قوي، مدي تحميصه كده. لو جربتيه هتعرفي انا بتكلم عن ايه بالظبط. بصوا شارب الشربات زياده ازاي. طبعا ده لو عجيب من جوه او مش مستوي او مش خمران، مش هتلاقيه شارب الشربات بالشكل ده. هقطع لك كمان واحده عشان تشوفيها. بصوا عامل ازاي طريقته. يعني بصوا طعمه حلو. وطبعا احنا عارفين دي الصابولينا لما بتحط في الحاجة زي طعم كده، صوابع زينب كده لما بنعملها، طعمه مدي على صوابع زينب شوية، عشان برضو زيه زي المكونات بتاعته بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وهوريكم واحدة كمان اهو. بصوا قرمشة، وبتفضل القرمشة بتاعته لحد تاني يوم زي ما انت عاملاه. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.